انا مش عارفة بصراحة، دي كان فرح ولا كان معركة ولا كان تحرش بالسيدات اللي كانوا في الفرح، ولا انتوا رايحين عشان تبوظوا له فرحه؟ ليه؟ واحد صارف كتير عشان يفرح هو وعروسته، انتوا بقى رايحين تهنوه وتقفوا جنبه ساعة فرحته بعروسته، ولا تبهدلوه وتبهدلوا عروسته؟ ليه يعني؟ عشان ايه؟ ليه بتعملوا كده؟ ليه؟ عشان تطلعوا ترند على حساب واحد عامل فرحه وعزمكم كلكم عشان تهنوه وتقفوا جنبه وتفرحوه، تقوموا تقلبوا الفرح معركة وحزن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين، يجعلها سنة سعيدة وهنا وفرح عليكم وعلى أمة محمد أجمعين. عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ أنا أسفة جدا جدا اللي أنا في فترة أنا ما بنزلش خالص فيديوهات. أنا كنت تعبانة جدا جدا، وكان الدكتور محرج عليا اللي أنا يعني ايه أتكلم كتير أو أنزل فيديوهات. أنا أسفة جدا جدا، بس أنا لما شفت فرح البروجر يعني العريس كروان صارف ومكلف وعازم حبايبه وعازم البروجرات اللي هم بتوع السوشيال ميديا، يعني عاوز يفرح، عاوز يحس اللي هو قاعد في وسط اخواته واهله. ليه بتعملوا كده؟ يعني انا تالي 4000 شخص في قاعة مش كبيرة قوي، تعملوا ليه كده؟ واحد يعني مش عارفة اقول ايه. هل انتوا قصدينها اللي انتوا تبهدلوا الفرح والحريم تسرق والبنات يا معلش انا اسفة مزنقة مع الرجالة؟ يعني دي اسلوب ايه ده يا جماعة؟ ده اسلوب؟ لا طبعا، ده مش اسلوب خالص، ده ما ينفعش. في الشعب المصري الجدعان البلدي، الجدعان اللي احنا بنسموهم جدعان مصر، ازاي يتحرشوا بالبنات في الفرح؟ ازاي البنات على الحريم، على الشباب، على الرجالة، على الاولاد؟ ليه تعملوا كده؟ انت تقبلها على مراتك ولا تقبلها على اختك؟ يعني ازاي؟ والراجل ابو شنبات طويله ديت لابس لي فضاء ده ولا منزل البحر ده ولا ايه ده؟ انا مش عارفه يعني ايه ده. ده عاوز يظهر نفسه بأي طريقة عشان يرجع للتمثيل تاني أو حاجة، بس بشنباته ده والنضارات دي ايه يا جماعة؟ في ايه؟ ليه بتستهزئوا بكروان وعروسة كروان؟ ليه؟ هو بروجر زي اي بروجر او عريس زي اي عريس وشاب زي اي شاب، عاوز يفرح بعروسته، عاوز يفرح بمعازيمه. ليه بتعملوا كده؟ ليه اللي بجد ليه بتبوظوا له الفرح؟ انتوا زهقانين منه؟ متضايقين منه؟ ما كنتوش تروحوا له؟ ما انتوا يعني بتكرهوه قوي للدرجه ديت؟ ما تروحوش، ما تحضروش فرحه بدل ما تخسروه وتبهدلوه. الراجل طلع عيط، طلع يعني كروان طلع عيط يا جماعه. يعني شايفين منظر مراته عامله ازاي، عروسته عامله ازاي؟ يعني ماسكها خايف عليها من الناس. الطرحه اتبهدلت والفستان اتقطع وشعرها اتبهدل جدا جدا. ليه؟ مين يقبل كده؟ ليه تعملوا كده؟ عروستك ولا اختك ولا بنت خالتك تقبل اللي هي تتبهدل وتتهان الاهانه الكبيره ديت؟ عشان ايه؟ اما انتوا معازيم زي اي معازيم تقعدوا، يجي لكم الضيافه، يجي لكم حاجات من الحلويات، شربطات، مش عارف ايه، بالاحترام والذوق والادب. ليه تعملوا عركه والمباحث تيجي والنيابه تيجي ومش عارف ايه؟ ليه؟ والعساكر تيجي وتبوظوا له فرحه ليه؟ يعني الراجل سارق، يعني صارف فلوس وانتوا عارفين
اما يكون الواحد داخل على جواز بيصرف كتير جدا، بيصرف كتير يعني قول 200,000 300,000 مليون جنيه كان هو صرفها أو أكتر من كده كمان، على أساس يعني إيه يعيش ساعة سعيد مع مراته، مع عروسته، مع زمايله، مع أخواته، مع قرايبه، مش تقلبها له معركة وحاجة مش كويسة أصلا. تحرش بالحريم والبنات، اللي بيصوروا مش عارف ليه عشان تطلعوا ترند، ما انتوا كده كده هتطلعوا ترند أصلا، ما انتوا كده كده هتصوروه برضه. انتوا مرة تعيبوا على كلامه، مرة تعيبوا على طريقته، مرة تعيبوا مش عارف ايه، ما انتوا كده كده هتطلعوا ترند، بس تطلعوا ترند بأسلوب أحسن من كده، بأسلوب مش إهانة ولا ليكوا ولا ليه. ليه كده؟ ليه تقلبوا الفرح محزنة كده ليه؟ مش حرام؟ كل واحد ماسك لي موبايل وعمال يصور لي واحدة مرمية، واحدة مسرقة، واحدة مش عارفة تعدي من الشباب، العروسة ما هيش عارفة أصلا تعدي من الشباب، محاوطين عليها أكنكم محاوطين على واحدة. استغفر الله العظيم، ليه كده؟ دي منظر عروسة يا جماعة، انتوا ما خلتوهاش عروسة أصلا، انتوا خلتوها مفيش أصلا، مفيش. يا حبيبتي ده بقت يعني مهزلة جامدة أوي، مهزلة، دي مهزلة. ليه كده؟ ليه؟ ليه أسلوبكوا ده وليه طريقتكوا ديت وليه المناظر دي كلها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا رب. أستغفرك وأتوب إليك يا رب. حرام عليكم والله، حرام عليكم. العريس والعروس جالهم ذهول، شوفوا واقفين غلبانين كده، تحس ان هم مش هم مش العرض، هم ضيوف. واحدة مسرقة يا جماعة، شوفوا واحدة مسرقة ازاي، ليه كده؟ لا إله إلا أنت يا رب، أستغفرك وأتوب إليك. ليه كل ده؟ شايفين الرجالة قد إيه؟ والست باين اتخنقت ولا حد كعبلها ولا حست بدوخة. ليه كده يا جماعة؟ والله ما ينفع، والله ما ينفع ولا يرضى حد. جاله مش شوفي كروان جاله ذهول هو ومراته، يا حول الله. لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. شايفين المنظر؟ اتقوا الله يا جماعة، اتقوا الله. معلش يا كروان، ربنا يعوض عليك إن شاء الله. ربنا بص هقول لك خطة بقى واعزمها بقى في حتة تانية، اعتبر لي عروس. ودي في الدنيا يا رب يعجبكم إن شاء الله. ولو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك، وما تنسونيش واكتبوا لي في الكومنتات قولوا لي إيه رأيكم. هل ده يرضى حد؟ هل ده يعني يرضي مين يا جماعة؟ يرضي مين؟